تمثيلية كتبها أحمد شكري. لا تنسى سهرتنا الليلة قبلات ميم به. كده كده بقى ده هو الشغل المهم اللي فيه. انا يخوني ويغشني بالشكل ده انا هطربق البيت على دماغه. يستحيل اقعد معاه بعد كده. خليه يتهنى مع ميم به. يتهنى؟ لا مش ممكن اخللهم الجو. مش ممكن. استني عليا يا ست ميم به لما اوريك ان ضفر الزوجة ب10 زي. وانت يا رشاد بس انا احسن ان ما خليتك تركع قدام. لو كانت إبرة كنت لقيتها، لكن دي محفظة والأكادة جديدة وفيها 80 جنيه. راحت فين بس؟ أكونش نسيتها عند ميمي. هو فين جوابها؟ أبدا مش جايبة سيرتها. الله، أنا جرى إيه لعقلي؟ جواب زي ده أسيبه بالشكل ده على المكتب؟ ده لو شافته إحسان تبقى واقعة زي بعضها. لا، ده يستخبى في الجيب. بونسوار رشاد. بونسوار إحسان، رجعتي؟ زي ما انت شايف. بقالك كتير؟ لا يا دوبك غيرت. تصور يا رشاد عملت 9 زيارات، 7 منهم ما كانوش في بيتهم. الحلوة الظريفة رايحة تزورهم؟ رشاد بلاش تريق. أنا مش بتريق، والله العظيم مراتي حلوة وظريفة. ايه عاوزني اقول لك ميرسي؟ دي مسألة ترجع لذوقك، إنما أنا بقول الحقيقة وبس. الحكاية ايه؟ حكاية إيه؟ النهارده ظريف قوي. النهاردة بس؟ لا انما ظرفك النهارده زايد حبتين. أوام لحقت توزني حبة وحبتين؟ أنا مش طول عمري معاكي كده، خصوصا لما تكون عاوز حاجة. أهو ده الكلام اللي يزعل بقى. حاجة إيه اللي عاوزها؟ بذمتك ما انتش عاوز حاجة؟ حاجة إيه بس؟ أقول لك اشتري لي فستان؟ نعم احنا هنلقح في الكلام. أمال أقول لك إيه؟ يعني أبوز أحسن؟ أكشر عشان تستريحي؟ طب ما تزعلش قوام كده. ما انت مالكيش حق. هو الظرف ده ما يكونش مجانا ابدا؟ ولا فاكره كل الناس زي بعضها؟ بتقصدني انا في الكلام ده؟ انا ما اقصدش حاجه. طيب انت ناوي تخرج النهارده؟ الحقيقه ما كنتش ناوي، انما تبقى ناوي. ده مشوار صغير بس. انا مش قلت لك قلت لي ايه؟ انك عاوز حاجه؟ برضه هتقول لي حاجه؟ هو المشوار الصغير اسمه حاجه؟ انت بقالك 15 يوم ما قعدتش ليله واحده في البيت. انت مش ملاحظ كده ولا ايه؟ ملاحظ طبعا، انما الظروف جت كده، اعمل ايه؟ انا مش بمنعك من الخروج او بشك فيك لا سمح الله. تشك فيا ازاي؟ انا عارفه انك مخلص وامين وبتحبني وما بتخرجش الا الاعمال مهمه، لكن كنت افضل انك تكون معايا. انا معاكي دايما بقلبي. تعرفي اني احيانا ارمي الشغل من ايدي واقعد افكر فيكي. انا متاكده من كده. مادام متاكده خلاص. عرفتي يا عبيطه بشكل. عم بشير قال لي انك جالك جواب مستعجل. ايوه جواب مستعجل جدا. خير ان شاء الله. خير قصدي يعني مش خير قوي. ايه؟ محسن بيه صاحبي، انت عارفاه، كتب لي بيقول انه عيان وراقد في السرير وحالته خطره وعاوزني ازوره. مسكين قوي، وانت عارفه زياره المريض دي الواحد ما يصحش ياثر فيها. ده زمان مستنيني على نار. على نار؟ ازاي؟ قصدي يعني بيتلهف على زيارتي. اتصوري واحد عيان ولا لوش حد يطل عليه، مش يبقى متلهف على صاحب يزوره؟ ضروري. لا ده عذري.